الصداقة دي حاجة مهمة جدا. ساعات دايما بنعتمد على أصدقائنا، بس الصديق اللي هو ما يحسدكش، الصديق اللي يقف جنبك، الصديق اللي يحس إن نجاحه هو نجاحك. هنتكلم النهاردة عن صداقة جمعت ثلاثة من نجوم: عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح. عادل إمام وصلاح السعدني كانوا زملاء كلية زراعة، اتعرفوا من أول يوم في مسرح الجامعة، وفضلت علاقتهم وصداقتهم لحد وفاة صلاح السعدني. ابتدت العلاقة من مسرح الجامعة. أول موقف ظهرت فيه قوة الصداقة بين صلاح السعدني وعادل إمام لما صلاح السعدني اتمنع من التمثيل بسبب إن أخوه اتمنع من الكتابة. كانت كل الناس خايفة إن هي تشغله. راح عادل امام له البيت وقال له: ليه؟ تعالى شغله مدير فني لمسرحيه مدرسه المشاغبين. وقعد صلاح السعدني معاهم 5 سنين مدير فني لحد ما انسحب احمد زكي وكمل دوره بعد كده. تاني موقف كان مسلسل ارابيسك، كان مكتوب اساسا لعادل امام، وعادل امام كان قاعد على الورق. بعد كده اختلف مع اسامه، فما راح الدور لصلاح فرح له وشجعه وقال له مبروك ووقف جنبه. هي دي علاقه الحب والصداقه. تاني موقف حصل بين سعيد صالح وصلاح السعدني كان ساعه مسلسل ليالي الحلميه. المسلسل اساسا كان مكتوب دور سليمان غانم لسعيد صالح، وسعيد صالح صور يومه وبعد كده انسحب. وبعد كده صلاح السعدني عمل دور من اهم ادواره واحلى ادواره، دور سليمان غانم. لما جت المذيعه بتسال سعيد صالح: ايه رايك في اداء صلاح السعدني ان هو خد الدور بتاعك؟ قال لها: احسن مني. ما قالهاش انا كنت احسن او اللي هو زي ما بيحصل دلوقتي التنافس. بالعكس، سعيد صالح قدم صلاح السعدني عنه. الحقيقه الثلاثه نجحوا وفضلوا بيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض، مفيش احقاد بينهم، وهو ده سر استمرار الصداقه بينهم. الصداقه شيء غالي قوي. لو في صديق في حياتك حافظ عليه.